هو 150 يجيبوا ايه؟ يجيبوا عربيه متعبه. اه والله عربيه متعبه. وسيبك بقى من الناس اللي بتقول لك اصل انا معايا 128 بتتشقلب وتوديني من القاهره لاسوان وزي الفل، حالات خاصه مالناش دعوه بيها. 150 الف مش هيجيبوا لك غير عربيه متعبه. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، اسعار الحاجات بتاعت العربيه دلوقتي بقت غاليه، مصروف العربيه في الشهر بقى غالي. ده انت ما تفتكرش انك هتجيب 150 اللي انت يعني عربيه ب 150 اللي حوشتهم وبعد كده خلاص، لا. ده مطالب منك تدفع بنزين وتدفع تراخيص وتدفع زيوت وتدفع صيانات. حتى لو قطع غيارها ببلاش، الصنايعي اللي هيشتغل فيها اجره ايده بقت غاليه. فلا، انا مش عايز ادبسك، مش عايزك زي الناس اللي هي انا هجمع 100,000 واروح اشتري عربيه. لا، ما تعملش كده. هجمع 150 واروح اشتري عربيه، لا، مش هتريحك. لو انت عندك مقدره تركب سكوتر مثلا اعمل كده، هات سكوتر اركبه ب 50,000. ولكن عربيه ب 150 مصاريفها كتير وهتبقى متعبه. يا ريتها هتوفر لي بعد كل المصاريف دي اقل قدر من الراحه، لا، دي هتتعبني اكتر. وناش واعطال وزهق وميكانيكيه وصنايعيه وعطل ظهر هنا وحوار ظهر هنا. جمع يعني، جمد الفلوس اللي معاك. لو سكوتر ما يناسبكش، جمد الفلوس اللي معاك لحد ما يبقوا 350 مثلا. هتجيب مستعمل برضه، ولكن عربيه بدايه اللي هي هتوفر لك اقل قدر من الراحه، او على الاقل توديك وتجيبك وانت مستريح شويه من غير اعطال ومن غير قرف كتير.